حكاية مدرس أبهر العالم وسيطر على العالم، كسب كل المدارس، أوروبا، أمريكا اللاتينية، أفريقيا، آسيا، ووصل إنه يكون فاينل كأس العالم، وكسب كأس العالم أمام فرقة الأكثر تحقيقا لقب كأس العالم 6 مرات تحت 20 سنة، الأرجنتين، المدرسة العريقة والكبيرة جدا. محمد وهبي المدرب المغربي اللي عاش في بلجيكا كمدرس، بعد كده دخل سلك التدريب من خلال الكرة البلجيكية، ملوش علاقة بالكورة، ما كانش نجم مشهور، ما كانش ستار، ما لعبش صف أول ولا تاني ولا تالت ولا رابع. راجل حب التدريب، حب مهنة التدريب، عنده موهبة التدريب. ودي هتورينا فرق بين اتحاد واتحاد. اتحاد ادى فرصة لمدير فني ملوش علاقة بالكورة، بقى واحد من أحسن المدربين الموجودين في القارة الأفريقية في التوقيت الحالي، اسمه محمد وهبي. دي هترجعني لجزئية كبيرة جدا، إن احنا بجد في الفترة الأخيرة أو في السنوات الأخيرة صدعنا من كتر ما بنشوف لعيب الكورة عندنا محلل، مدرب، بيزنس مان، مذيع، معلق، كل ما يخطر على بالك موجود. أنا مش قادر أفهم هو عاوز يعمل إيه. وفي النهاية حتى في الإدارة، كإدارة اتحاد، كإدارة رابطة، كإدارة كورة، عاوز يكون موجود. أنت عاوز تبقى مدرب ولا محلل ولا عاوز تبقى إيه بالظبط؟ ده الفرق بين إدارة مغربية وإدارة مصرية. إن كرة القدم مش مقتصرة على لعب كرة القدم فقط لا غير. ما بقولش كده عشان أنا ما لعبتش، لا، أنا مش فارق معايا القصة دي خالص، أنا الموضوع ده عديته من زمان. لكن في النهاية في كوادر موجودة فيك يا مصر ما لعبوش كورة أحسن مليار مرة من اللي قاعدين على شاشات، ومن اللي في القنوات التلفزيونية، ومن اللي في الراديو، ومن كمان اللي في الأندية، ومن اللي بيديروا كرة القدم. هنقدر نديهم فرصة؟ محتاجة واحد زي فوزي الأقشع. حياتي.